بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره الجمهور. انا في الحرب العواني غير مجهول المكان، اينما نادى المنادي في دجى النقع يراني. انا الاهلي سيد اسياد القاره وسيد اسياد الوطن العربي بلا منازع. انا الاهلي كبيرهم، انا الاهلي زعيمهم، أنا الأهلي سيدهم وسيد أسيادهم. ب4 أهداف مقابل هدفين النهاردة النادي الأهلي بيفوز برابع برونزية على مين؟ على أورواوا الياباني. النهاردة الكمبيوتر الياباني ما قدرش يقف قدام النادي الأهلي، وما قدرش يقف قدام بطل أبطال القارة بلا منازع. الفريق اللي السيتي وقف قدامه 45 دقيقة، النهاردة النادي الأهلي بيفك الشفرة اليابانية في أول 25 دقيقة. اللي السيتي احنا ما بنقولش حاجة عشان محدش يفهمنا غلط، احنا بنقول انه سيد أسياد أفريقيا وسيد أسياد العرب النهاردة بكورة ممتعة. هدف أول ولا أمتع من ياسر إبراهيم بتسديدة صاروخية من محمد هاني. ناهيك عن الهدف الثاني والثالث والرابع من علي معلول بيكتب تاريخ. النهارده هدفين، والهدفين أحلى وأجمل من بعض، الهدف الثالث والهدف الرابع. هنقول ونعيد ونزيد، الأهلي هو بطل الحكاية. هنقول ونعيد ونزيد، الأهلي هو حدودة دوري أبطال إفريقيا وحدودة كأس العالم للأندية برابع برونزية بيحصل عليها النادي الأهلي النهاردة ب4 أهداف مقابل هدفين. الجمهور النهاردة بيفرح، الجمهور النهاردة سعيد، ولو إنه في البعض زعلان وبيقول لك إنه النهاردة كان من حقنا إن إحنا نفرح الساعة 10 سواء بفضية أو ذهبية، ولكن عايز أقول لكم إن النهاردة النادي الأهلي بيقدم أداء بيعبر عن نفسه وبيعبر عن الشخصية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. 4 أهداف، والأربع أهداف أحلى من بعض. ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك للعيبة، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم.